بس الراجل ده اعتماد يعني. بتشجع مين محلي؟ الاهلي طبعا. تقدر تقول لي بقى ايه اسباب خساره النادي الاهلي في ماتش السوبر الافريقي؟ هو اولا مبروك للنادي الزمالك، والزمالك لعب ماتش حلو برضو بصراحه، دي حاجه انا اشهد بيها حلو. وسبب خساره الاهلي لان اللعيبه اتعودت على حاجه، ولما جت تعملها في العادي ما عرفتش لان هي حست بالشبع. جميل. وبصراحه برضو الزمالك لعب ماتش حلو وكان لازم يكسب، ويعني مره من نفسهم برضو، يعني كل كام سنه كده بياخدوا حاجه يعني في العادي، انت فاهم البواقي بقى. من وجهه نظرك شايف مين كان الاحسن في المباراه دي ما بين لعيبه الاهلي والزمالك، الشناوي ولا عواد؟ عواد بصراحه. اشمعنى؟ يعني الشناوي بدأ يتعود. ما تنساش برضو ان هو كحارس مرمى الله اكبر شلنا نشهد كتير. له واحنا متعودين منه، فلما اجي في ماتش كبير ما الاقيش منه ما ينفعش. عمر كمال عبد الواحد ولا عمر جابر؟ عمر جابر كان بصراحه فارق معاهم قوي في الماتش، في ان هم يرجعوا يعملوا الريمونتادا السريعه دي ويوصلوا لضربات الجزاء. المسلوسي ولا رامي ربيعه؟ رامي ربيعه. حسام عبد المجيد ولا ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم. يحيى عطية الله ولا بنتاي؟ بنتاج. دونجا ولا مروان عطيه؟ مروان عطيه. امام عاشور ولا عبد الله السعيد؟ امام عاشور. اكرم توفيق ولا ناصر ماهر؟ اكرم توفيق. حسين الشحات ولا مشلاك؟ مشلاك. بيرسي تاو ولا زيزو؟ زيزو. ده انا بقول بامانه الله يعني. وسام ابو علي ولا ناصر منسي؟ وسام ابو علي. وسام ابو علي بصراحه يعني على مدار الفتره اللي فاتت والفتره كبيره كان مطلع اداء جامد جدا جدا جدا، مش عشان ماتش يعني تراجع فيه ولا حاجه، فخلاص بقى هنسيب له كل الحلو اللي كان بيعمله بصراحه. طيب قول لي من وجهه نظرك مين تفوق في الماتش ده، كولر ولا جوميز؟ كولر. بس يعني انا شايف ان النتيجه مختلفه، بس كولر بصراحه يعني تحريكه حاجه وادارته للماتش حاجه واداء اللعيبه حاجه تانية، يعني احنا بنفصل برضه يعني، بس الراجل ده اعتماد يعني.